هو ايه اللي بيحصل من ترامب وامريكا اليومين دول، وازاي عايزين ياخدوا دول تانية كمان غير فنزويلا؟ ولو لسه ما تعرفش فتعالى اقول لك انه في كلام كتير اليومين دول داير على جرينلاند، وانه ترامب قال ان هو ناوي يدخل جرينلاند وناوي ياخدها لحساب امريكا. بس تعالى اقول لك اغرب رد اترد من رئيسة وزراء جرينلاند نفسها، وبسبب الرد ده ممكن يحصل مشاكل كتير جدا في كل دول العالم بعد كده. جرينلاند هي اكبر جزيرة موجودة في العالم، وتعتبر تاني مكان موجود فيه جليد بعد القطب الجنوبي، وبغض النظر عن انها اسمها جرينلاند وفيها جليد كتير جدا، وطبعا ايسلاند ما فيهاش غير مساحات خضراء واللخبطه دي كلها، بس جرينلاند من اكتر الاماكن اللي موجوده وفيها معادن نادره جدا من حديد وذهب ونيكل وكميه معادن رهيبه، ويعتبر ما فيهاش طرق عاديه لان كل الطرق اللي فيها عباره عن طيران. مساحتها حوالي 2 مليون كيلومتر مربع وسكانها حوالي 60,000 نسمه، بس كل المكان ده بيخضع لحكم الدنمارك لانه تابع للدنمارك. اللغه اللي سايده ما بينهم هي اللغه الجرينلانديه، بس لما بييجوا يتعاملوا في المصالح الحكوميه بيتعاملوا باللغه الرسميه اللي هي الدنماركيه. يعني من زمان وجرينلاند ولحد دلوقتي تابعه للدنمارك. بس ترامب لما قال ان هو هياخد جرينلاند تقريبا ما كانش بيهزر، لانه ساعه فنزويلا قال نفس الكلام وفعلا نفذ اللي هو عايزه. وطبعا كلنا شفنا القصه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا مع رئيس فنزويلا، وازاي دخل بمنتهى البساطه من غير ما حد يحس، خد الرئيس نفسه من جوه قصر الرئاسه بتاعه. بس المره دي لما جه واتكلم على جرينلاند كان بيتكلم باسلوب اللي هو فعلا الكلام ده هيحصل. بس ده كله ما كانش الغريب في اللي جاي. رئيسه وزراء الدنمارك ردت عليه